اتمنى منك يا صاحبي انك انت عرفت تحل التاسك. طيب لو انت عرفتش تحلها فيلا بينا نحلها انا وانت. طيب دلوقتي احنا عندنا ايه بوتون جوه مين جوه الفورم، فانت هتقول له ايه فورم. تمام. وبعد كده هتقول له ان كنت جواك ايه بوتوم. تعالى بقى يا صاحبي، انا دلوقتي البوتوم عايز تعمل فيه ايه؟ والله البوتوم ده انا عايز اديله مثلا بادنج، مثلا ايه، آه مثلا من فوق 5 بكسل. تمام، حاجه بس بسيطه كده، ومن على اليمين ومع الشمال 20 مثلا بكسل. يعني ايه؟ يبقى بالمنظر ده كده. تمام. طيب انا دلوقتي مثلا عايز اديله برضو باك جراوند، بديله باك جراوند مثلا كلر مثلا، وليكن لون بقى ايه، لون ازرق شويه. يبقى انا دلوقتي باك جراوند كلر. تعالى، عايز اديله لون ازرق سيكا كده، اللي هو يبقى لون ابن ناس كده. طيب انا هعمل ايه؟ هقول له بلو، وزي ما علمتك بقى هتروح للبلو وهتيجي هنا كده، هتختار درجة اللون مثلا. فانا عايز اللون ده مثلا يبقى ايه، يبقى بالمنظر ده كده، ويبقى شفاف شوية كده. تمام. يبقى بالمنظر ده كده مثلا، نشوف بقى ايه، نقعد ننسق مع بعض الالوان كده. تمام. تمام، يبقى ويشف شوية، يبقى بالمنظر ده كده. تعالى، إيه يبقى ده اللون اللي انا ايه، اللي انا مثلا عايزه شوية. طيب عايز بقى ايه كمان، اللون كولر بتاعه يبقى ايه، يبقى وايت مثلا. تمام. تمام. طيب عايز ايه تاني يا صاحبي؟ عايز دلوقتي ان دلوقتي البوردر نفسه هو ليه باك جراوند خلاص. فانا دلوقتي بقى انا عايز اشيل البوردر. يعني انت لو ملاحظ معايا يا صاحبي، بص، انت لو ملاحظ معايا هتلاقي ايه، في بوردر كده شكله مش احسن حاجه. لا انا عايز اشيل البوردر دهوت، وبما ان في باك جراوند فانا اعمل له ايه، بوردر ريديوس. فبالتالي الباك جراوند هتبان اللي هي ايه، اللي هي ريديوس. فلما اقول له بوردر، طب انت مش عايز البوردر، اعمل ايه؟ اقول له نون، يعني البوردر قيمته نون، يعني مش عايزها. بص صاحبي، شال البوردر اهو. تمام. لان هو الديفولت اصلا في الزراير بيبقى في ليها بوردر كده شكله مش احسن حاجه. فانت اللي يستحسن فيه انك انت ايه، تعمل لها باك جراوند زي ما انا عملت لها باك جراوند كده، وزي ما دبليو سي سكول عامل لها باك جراوند اهوت. وايه، يبدا ان هو يديها ايه، بوردر ريديوس. تمام. فهقول له بقى البوردر ريديوس بتاعها يبقى ايه، من كل حته يبقى مثلا ايه 20 بكسل من كل حته مثلا، يبقى شكلها كده ايه، زرار كده ابن ناس. تمام يا رايق، تمام يا رايق، بس كده ده التاسك اللي كان المفروض انت ايه، تحلها. طيب دلوقتي مثلا افرض دلوقتي ايه، يبقى كده الموقع بقى شكله ايه، يبقى شكله ابن ناس كده. بص نعمل له ريسيت. يبقى شكله ايه، شكله ابن ناس كده، ونظبط الدنيا كده. تمام. طيب افرض انت مثلا مش عايزه يبقى 20 بكسل، عايزه 10 بس يبقى شكله برضو اكتر ايه، يبقى ابن ناس برضو. تمام. تمام، عايزه مثلا من فوق يبقى 10 بكسل كمان، يبقى ايه، ظبط الدنيا كده، ومن اليمين ومن الشمال 50 بكسل مثلا عشان يوسع شويه كده. تمام. طبعا انا هعلمك ان شاء الله في قدام شويه، هعلمك يعني ايه تعمل ويدث وهايت والحاجات دي كلها دلوقتي. طيب دلوقتي يا صاحبي، انا عايز دلوقتي ان انا دلوقتي ان انا عايز مثلا لو انا عندي بوردر وعايز يبقى ليه دايره. ليه دايره ازاي؟ يبقى دلوقتي انا محتاج ايه، محتاج ان انا دلوقتي يبقى انا دلوقتي عايز ان ده يبقى يبقى في مثلا دايره كده. تمام، زي مثلا الصوره دي. يعني انت لو ملاحظ الصوره مثلا دي معمول لها دايره كده، هل الصوره كانت في اساس دايره؟ لا. طب ازاي اتعمل لها دايره؟ وازاي مثلا لو انت رحت عند دبليو سي سكول ان الصور هناك، تعال نعمل بس ريسيت للموقع، انك انت الصور هناك في البوردر راديوس اللي هو الراوندد اللي هو الراوندد ايه، معمول لها، تلاقيه معمول لها بوردر ريديوس مثلا، اللي هو يبقى ليها دواري كده. تمام. تمام، اللي هو مثلا زي ده وزي ده والحاجات دي كلها. طب الكلام ده عايزين نعمله، هنطبقه ازاي؟ لازم تعرف يا صاحبي انك انت تعرف اول حاجه الويدث والهايت. طب يعني ايه الكلام ده؟ هو اول حاجه يا صاحبي يعني ايه ويدث ويعني ايه هايت؟ تعالى بقى نمسح الكلام ده هو كله عشان نعرف نظبط الدنيا. تعالى بقى ايه، بوم، نخليه مثلا H1، ونتكلم عن ايه، نقول له مثلا ايه width، نتكلم على الويدث مثلا. تمام كده، كلمة ويدث مثلا. طب يعني ايه ويدث بقى يا صاحبي؟ تعالى بس نديها ايه، حدود. نقول له ال H1، نقول له ايه الحدود بتاعها، اللي هو ايه، اللي هو border 3 بيكسل سوليد وريد مثلا، عشان يبقى اللون ايه، باين كده. تمام. طيب دلوقتي يا صاحبي انا بقى عايز اديها width. يعني ايه width؟ لو انت ملاحظ معايا يا صاحبي ان هي واخده الويدث او العرض بتاع الشاشه كلها. طب افرض انا عايز اديها العرض بتاع مثلا 100 بكسل 200 بكسل الحاجات دي كلها، هل ينفع؟ اه طبعا ينفع يا صاحبي. هتيجي هنا كده وتقول له والله ان الويدث بتاعك، اللي العرض بتاعك كله الويدث كله يبقى مثلا ايه 200 بكسل.
فانت هتيجي تبص كده هتلاقي ايه اخدت عرض 200 ايه 200 بكسل بس، 300 بكسل مثلا. ايه 300 ايه 300 بكسل مثلا يا صاحبي. طيب رايق رايق. طب دلوقتي برضو انا عايز مثلا هي واخده الهايت اللي على قدها بالظبط اللي يكفيها بالظبط. هو في ايه يا صاحبي؟ مين اللي بيجيب في سيرتي دلوقتي؟ طيب. طب دلوقتي احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين دلوقتي نكبر ايه؟ نكبر الهايت دلوقتي. تمام تمام. طيب هنقول له ايه؟ هنقول له الهايت كام؟ مثلا 300 بكسل برضه. 300 ايه بكسل، فهيبقى بالمنظر ده كده مثلا، هيبقى ايه مربع يعني. تمام تمام. دلوقتي احنا محتاجين برضه ايه؟ نكبر مثلا عرض شويه، نخليه مثلا 400 وهكذا. براحتك بقى. طيب ده كده بالنسبه لايه؟ للويدث. طب في حاجه عندي اسمها ايه؟ المين. تعالى بقى نرجع تاني، هياخد الويدث العام بتاعك كله. طيب انا عايز دلوقتي المين ويدث. يعني ايه بقى يا صاحبي المين ويدث؟ يعني ايه المين ويدث؟ يعني اقل المينيمم ويدث، يعني اقل عرض ليكي يكون كذا. يعني ايه اقل عرض ليكي يكون كذا؟ يعني مثلا اقل عرض ليكي يكون مثلا ايه 300 بكسل او 500 بكسل. يعني ده اقل حاجه. يعني يبدا من يعني ما يعني هو هياخد العرض كله لغايه اقل حاجه ليها يصغر لغايه كام؟ يبدا يصغر يا صاحبي لغايه كام؟ لغايه بص اهو بدا يصغر لغايه لما الشاشه جت لغايه ايه؟ طبعا الكلام ده هتعلمه بقى في الريسبونسيف ديزاين، بس انا بعلمك كده. بص لغايه لما يجي عندي الشاشه تيجي عند كام؟ عند 500. اقل من 500 هيبدا ان هو يجي ورا الشاشه. لو انت ملاحظ كده يا صاحبي هيجي ورا ايه؟ الشاشه. جه ورا الشاشه اهوت صح. لكن لو انت الشاشه بص لاحظ معايا تيجي عند 500 ايه؟ جاء قدام الشاشه بالظبط اهوت. تمام جاء قدام الشاشه. لكن لما تيجي اقل من 500 يجي ورا ايه؟ يجي ورا الشاشه. فهو يبقى خلاص انا قلت له ان اقل عرض توصلي له ليه هو 500 بكسل. لو انا مثلا قلت له مثلا اقل عرض مثلا توصلي له ان هو مثلا يبقى 400، فهيفضل لغايه ايه ما الشاشه تيجي 400. هيفضل بقى ايه لغايه لما الشاشه تيجي 400 وهكذا. يجي بقى يبدا ورا الشاشه. تمام كده تمام يا صاحبي. طيب تمام. طب بقى ده بالنسبه لايه؟ للمين ويدث. تمام. طبعا المين ويدث ينفع يكبر كمان. فاهم قصدي يا صاحبي؟ تمام. طيب دلوقتي يا صاحبي انا عايزه يبقى برضو الماكس ويدث. يعني ايه ماكس ويدث؟ يعني اقصى عرض توصلي له اللي هو مثلا يبقى 300 بكسل، بس ينفع يصغر عن كده شويه. يبقى مثلا ايه؟ يبقى اقصى عرض مثلا توصلي له 500 بكسل. ده اقصى عرض هتروح تلاقي ايه 500 بكسل. طب ال 500 بكسل دول ينفع يصغروا؟ اه ينفع يصغروا عادي خالص. فهتلاقي ايه؟ بيجي قدام الشاشه كل مره اهو يا صاحبي. يجي قدام ايه؟ يجي قدام الشاشه قدام الشاشه لغايه لما يصغر خالص. يبقى يعني ايه من ويدث؟ يعني انت هتاخد العرض كله بس اقل عرض ليكي هو ال 500 بكسل. يعني تيجي عند ال 500 بكسل وتقفي. طب لكن الماكس ويدث يعني انت الماكس بتاعك كله يبقى كام؟ يبقى الويدث بتاعك كله 500 بس ينفع يصغر عن 500 عادي. رايق رايق. طيب نفس الكلام يا صاحبي في الهايت. برضه هو لو انت قلت له المين هايت برضه 500 بكسل. فهو هياخد ايه الهايت العادي خالص. بس ينفع ايه يعني هو هياخد الهايت بتاعه اللي هو ايه اقل عرض اللي هو 500. بس برضه ايه هيفضل ان هو لو انت صغرته يصغر. تمام. طب لو انت قلت له ماكس هايت برضه هياخد الايه الماكس هايت اقصى ارتفاع ليه ماكس هايت. هيبقى اقصى ارتفاع برضه ليه ايه 500. يبقى هو الماكس هايت بتاعه اقصى ارتفاع ليه 500 بس ينفع ايه يصغر تاني. تمام كده يا صاحبي. تمام. طيب حلو جدا. انا دلوقتي بقى عايز اعمل بوردر ريديوس دايره كده زي اللي انت بتشوفهم زي الصوره والحاجات دي كلها. اعمل ايه؟ والله يا باشا لازم يكون الويدث والهايت قد بعض. يعني ايه الكلام دوت؟ يبقى اقول له الويدث مثلا 400 بكسل او مثلا 200 بكسل. والهايت مثلا يبقى برضو ايه هايت يبقى برضو ايه 200 بكسل. فالهايت والويدث بقوا 200 بكسل. فانت لو جيت قلت له والله تعالى بس نشيل الكلمه دي كده عشان مش عايزينها اصلا يعني عادي. طيب دلوقتي انت شلت ايه بقى ايه بقى بالنسبه لك هو مربع دلوقتي. تمام. طيب حلو جدا. لو انت جيت قلت له هنا يا صاحبي في الستايل والله بوردر ريديوس بقى كام؟ نص القطر يبقى 50% او 50%. معناها ايه؟ معناها ان هو هيبقى ايه 50% يبقى هيلف ايه بريديوس كده 50%. بوردر راديوس معلش بوردر ايه راديوس. تمام 50 ايه في المية. فبقى ايه دايره. طب ايه الاستخدام بتاعها؟ والله يا صاحبي هل ده الاستخدام بتاعها؟ لا مش ده الاستخدام بتاعها. الاستخدام بتاعها مع الصور.
يبقى انت دلوقتي الصور هي اللي بتستخدم الحاجات دي. يبقى انت تيجي مثلا تجيب صوره ايمج مثلا، تمام، وتجيب السورس. طب احنا عايزين صوره، والله يا باشا تيجي عند اي حاجه، عند موقع مثلا اسمه بيكسلز، تمام، وتيجي تقول له مثلا أنا عايز والله البيكسلز، بيكسلز ايوه، تمام، تخش على الموقع وتقول له هات صوره مثلا، تجيب له اليو ار ال بتاعها ولا الكلام ده كله، مثلا صوره الشخص ده هو، تروح تجيب له ايه، كوبي ايمج او كوبي ايمج لينك، تمام، اللي هو اليو ار ال، تمام. يبقى هتاخد الكوبي ايمج لينك، تمام، اللي هو اللينك ادرس يعني، اللي هو ده، اللي هو ده، وهتيجي ايه تحطه في السورس عندك عادي خالص، بوم. وبعد كده ايه الصوره هتظهر عادي خالص هنا كده، تمام. ما ظهرتش ليه يا ترى؟ هتيجي هنا كده تفتح الصوره، تمام، وبعد كده ايه تقول له والله open in new tab، عشان خاطر ايه تفتح الصوره في نيو تاب وتاخد اللينك ده اهو كده كوبي، وتيجي هنا كده وتحطه في ايه المشروع بتاعك هنا كده، فتيجي كده تحط الايه الصوره كده، فالمفروض تفتح معانا يعني. ما فتحتش. مالك يا حاجه في ايه؟ احنا المفروض ناخدها كوبي ايمج لينك، اللي هو الايمج نفسها، تمام، او كوبي ايمج اللي هو اللينك بتاع الايمج نفسه. بالتالي احنا هنيجي نعمل كنترول زد كنترول ايه في، فالمفروض هي تظهر معانا. هي ليه ما ظهرتش؟ ليه ما بتظهرش؟ في حاجه في الكود غلط؟ طيب ليه ما بتظهرش؟ طب تعالى نجرب صوره تانية مثلا من اي موقع تاني، نكتب مثلا images، تمام، ونيجي مثلا هنا كده على الصور، وناخد مثلا الصوره دي كده نقول له الكوبي ايمج، تمام. طيب حلو قوي، خدنا الصوره كوبي ونحطها ايه، نيجي هنا كده ونيجي نحط الصوره هنا كوبي ايمج، ايوه بالظبط، بالظبط كده. فالصوره جت معانا، مش عارف ليه بتاعت بيكسلز ما كانتش جايه معانا يعني. طيب دلوقتي احنا عايزين ايه، نديها ويدث وهايت مع بعض. طب هنقول له ايه، هنقول له انت عندك ايمج، تمام. طيب الايمج ديت انا عايز ايه، انا عايز اديها ويدث مثلا 200 بكسل، والهايت بتاعها يبقى ايه برضو 200 ايه، 200 بكسل. طيب دلوقتي بقوا الاثنين زي بعض، فبالتالي انا هقدر ايه اعمل لها بوردر راديوس كام 50%، وبالتالي هتبقى ايه صوره بالمنظر ده. طب هل انا عايز اخليها زي صوره البروفايل دي، فانا ايه هاجي هنا كده مثلا واخليها مثلا ايه 40، ودي كمان ايه 40 مثلا، يبقى ايه صغيره شويه عشان خاطر يبقى ايه شكلها ابن ناس. فهمت يا صاحبي؟ بس كده. طب هل ينفع اعمل لها بوردر عادي من حواليها؟ اه ينفع عادي برضه، وتظبط مع نفسك والحاجات دي كلها. بس كده يا صاحبي، ده البوردر ريديوس بالتفصيل. واستخدام البوردر ريديوس اللي هو 50% بيبقى افضل حاجه مع الصور. تمام يا صاحبي، اتمنى تكون فهمت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.